بيبدأ الفيلم سنة 1973 في تشيلي مع بنت اسمها بلانكا، وهي راجعة مع والدها استبان وبنتها الصغيرة ألبا للمزرعة اللي اتولدت وكبرت فيها. ووالدها بيكون متأثر جدا برجوعه لمزرعته، وبيقول لبلانكا إن مراته كلارا وحشته جدا. وساعتها بتفتكر بلانكا مامتها كلارا، وإزاي إنها من وهي صغيرة كانت بتحب تكتب مذكراتها. وبتحكي لنا بلانكا من مذكرات مامتها قصة حياتها وإزاي اتقابلت مع والدها. فبنرجع بالزمن لسنة 1926 وبنعرف ان كلارا شافت استبان اول مرة لما كان شاب، وكان جاي يتقدم لروزا اخت كلارا، وكلارا وقتها كانت لسه طفلة. بس رغم ده كانت كلارا بتحب استبان، وكانت عارفة انه قدرها هي، لان كلارا عندها قدرات خاصة وبتقدر تتواصل مع الارواح وتعرف حاجات من المستقبل، وكمان عندها قدرة انها تحرك الاشياء عن بعد، فبتستخدمها عشان تبهر استبان وتحرك الفازة قدامه. واستبان بيبقى مندهش جدا من اللي حصل. ووالد روزا وكلارا كان شخص غني جدا وكمان بيشتغل في السياسة، فاستبان بيوعده انه هيشتغل باقصى ما عنده عشان يبقى شخص غني هو كمان، ويقدر يتجوز روزا ويخليها مبسوطة. وفعلا فضل استبان يشتغل في مناجم الذهب لمدة سنتين لحد ما كون مبلغ كويس. وفي الوقت ده ما وقفتش رسايله لروزا عشان يطمنها انه قرب يحقق حلمه ويرجع يتجوزها. وبنشوف ناس كتير بتيجي تاخد نصايح من كلارا لانهم عارفين قدراتها الخارقة وبيثقوا فيها. وقبل ما استبان يرجع بتموت روزا بعد ما بتشرب سم كان منافسين والدها في الانتخابات حطوه لوالدها في العصير بتاعه عشان يخلصوا منه. وساعتها كلارا كانت عارفة ان في حالة وفاة هتحصل عندهم في العيلة بالغلط. فبعد موت روزا كلارا حست بالذنب وكانت فاكرة ان اختها ماتت بسببها، فقررت انها مش هتستخدم قدراتها تاني ولا هتتكلم مع حد تاني ابدا. ولما بيرجع استبان وبيعرف خبر موت روزا بيزعل جدا وبيندم انه ما اتجوزهاش بدري عن كده، وقرر بعدها يسيب المدينة كلها ويشتري بالفلوس اللي كسبها من شغله مزرعة قديمة اسمها تريس مارياس. وبلغ اخته فيرولا انه هيسافر ويسيبهم، ففيرولا بتبقى معترضة لانها تعبت من الاهتمام بوالدتهم المريضة لوحدها. لكن استبان مش بيهتم وبيسافر للمزرعة وبيقابل الفلاحين اللي شغالين في المزرعة وبيعرفهم انه الملك الجديد. وبتعدي 20 سنة بيتحول فيهم استبان لشخص قاسي بيستغل حاجة الفلاحين الفقراء عشان يشغل مزرعته ويكبرها، وبينجح انه يخلي مزرعته من اكبر المزارع في الانتاج، وبيبقى شخص غني زي ما كان نفسه قبل كده. وفي يوم بيجيله تلغراف من اخته فيرولا بتعرفه فيه بوفاة والدتهم، فبيرجع المدينة عشان يحضر الجنازة. وفي الجنازة بيشوف كلارا بعد ما كبرت فبيقرر يتجوزها، بس فيرولا بتحذره لان كلارا بقت بنت غريبة جدا من بعد موت روزا ومش بتتكلم مع اي حد. بس استبان بيصر على قراره وبيروح يتقدم لها، وساعتها عيلة كلارا بترجع تحذره من حالتها. بس استبان مش بيهتم وبيقول لهم انه طالما هتقدر تجيب له اولاد فهو مش فارق معاه اي حاجة تانية. وبتيجي كلارا عشان تقابله، وساعتها الكل بيتفاجئ انها رجعت تتكلم لاول مرة من سنين، وكمان بتكون مبسوطة جدا عشان هتتجوز استبان. فعيلتها بتوافق على جوازهم، وفيرولا بتطلب تقابل كلارا لوحدهم عشان كانت عايزة تعرفها ليه مش شايفاها زوجة مناسبة لاخوها. بس فيرولا بتتفاجئ بمعاملة كلارا اللطيفة معاها، وكمان كلارا بتعرفها انها هتطلب بنفسها من استبان انهم ياخدوها معاهم عشان تعيش معاهم لانها بقت عايشة لوحدها من بعد موت مامتها. ففيرولا بتتأثر لانه ولا مرة حد بيفكر فيها. وبعدها كلارا واستبان بيتجوزوا وبيروحوا سوا على مزرعته تريس مارياس، وبتستقبلهم فيرولا، وبيعيش كلارا واستبان حياتهم بسعادة. وكلارا بتبقى حامل، وفي يوم والد كلارا ووالدتها بيبقوا جايين يزوروها في المزرعة، وبيحاول والدها يفرمل قبل ما يوصل لشريط القطر، لكن الفرامل بتكون مش شغالة والقطر بيخبط عربيتهم وبتنفجر. وبتيجي الشرطة تبلغ كلارا باللي حصل، وكلارا بتنهار وبتقول انها اتحايلت على باباها انه يجي في القطر بدل العربية القديمة المتهالكة. وبعدها كلارا بتخلف بلانكا وبيرجعوا لحياتهم السعيدة، وبتكبر بلانكا وسطهم لحد ما في يوم بيتصدم استبان انه عنده ابن غير شرعي اسمه جارسيا. لما بتيجي والدة جارسيا عشان تطلب من استبان يساعدهم لانهم مش لاقيين ياكلوا، بس استبان بينكر ان الولد ده يبقى ابنه. فام الولد بتفكره بالعلاقة السريعة اللي كانت بينهم، فاستبان بيديهم فلوس لكنه بيحذرهم انهم لو جم تاني هيرميهم للكلاب، وده بيخلي جارسيا يحقد عليه وعلى اخته بلانكا جدا. وفي يوم بتكون بلانكا بتلعب جوه البيت وبيدخل عليها جارسيا، فلما بتشوفه بتسأله انت مين، فبيعرفها ان اسمه جارسيا. بس بلانكا بتكون خايفة منه وبتقول له انه ما ينفعش يكون هنا، لكن جارسيا بيكون عايز يتفرج على العز اللي اخته عايشة فيه، وبيبقى زعلان على حاله والفقر الشديد اللي هو عايش فيه، فبيحقد عليها اكتر. وبعدها بنشوف كلارا وهي بتدي دروس للاطفال في المزرعة، وفي الحصص دي بلانكا بتشوف بيدرو وبتعجب بيه وبفصاحته، وبتنشأ بينهم صداقة وبيلعبوا مع بعض. لكن بيدرو بيكون ابن فلاح بسيط من اللي بيشتغلوا عند
استبان في المزرعة، فاستبان بيتضايق من ده وبيبعت بلانكا المدرسة داخلية في مدينة تانية عشان تكمل دراستها. وكلارا بتكون متضايقة جدا من قراره لأنه هيبعدها عن بنتها. وبتعدي سنين وبتكبر بلانكا وبتخلص مدرستها، فبترجع على المزرعة وبتحكي لنا إنها لما كانت بترجع في الأجازات الصيفية كانت بتقابل بيدرو في السر، ودلوقتي بعد ما خلصت المدرسة هتقدر تبقى معاه طول الوقت. وبيدرو بيكون شغال في مزرعة استبان ومعترض على الطريقة اللي بيتعامل بيها استبان مع الفلاحين، ونفسه إنهم يتمردوا عليه. واستبان كل يوم قسوته بتزيد لدرجة إنه بيطرد فيرولا من بيته لأنه شايف إنها بتتدخل في حياته وفي عيلته. وبسبب قسوة استبان كلارا بتبدأ تبعد عنه شوية بشوية، وبيحاول استبان إنه يراضيها ويكسب حبها من تاني بس مش بيعرف، فاستبان بيخون كلارا. وبسبب زيادة شهرة ونفوذ استبان بيعرض عليه حزب المحافظين إنه يترشح لصالحهم في البرلمان، فبيتردد استبان في البداية لأنه مش بيحب السياسة قوي. وفي حفلة من الحفلات اللي بيعملها الحزب بيتعرف استبان على شخص اسمه ساتيني، واللي بيكون واحد من نبلاء البلد المعروفين. وبيعرف استبان إنه لسه أعزب، فبيبقى استبان عايز يجوزه بنته بلانكا، فبيعرفه على عيلته. وساتيني بيعجب ببلانكا وبيروح هو واستبان في جولة في المزرعة، وساعتها بيشوفوا بيدرو وهو بيشجع الفلاحين يثوروا ضد استبان ويعترضوا على نظام شغلهم والظلم اللي بيتعرضوا له، ويطالبوا بحقوقهم وزيادة أجورهم. فاستبان بيهدد الفلاحين ببندقيته، وبيجي والد بيدرو وهو خايف عليه وبيطلب من الفلاحين يفضوا تجمعهم. واستبان بيضرب بيدرو بالقلم على وشه وبيقول لابوه انه معرفش يربيه، وبيقرر يعاقب بيدرو قدام باباه فبيجلده قدامه. وبالليل على العشاء بيحكي استبان لكلارا وبلانكا على اللي حصل، وبيقول لهم انه طرد بيدرو من المزرعة لانه بيحرض الفلاحين ضده، بس هما الاتنين بيدافعوا عن موقف الفلاحين وبيقولوا لاستبان ان الزمن اتغير ولازم الناس تاخد حقوقها. لكن استبان بيتجاهل رأيهم وبيقول لهم انه قرر يترشح للانتخابات. وفجأة بيجي لكلارا احساس غريب وبتقول لهم ان فيرولا ماتت، وبتروح هي واستبان على بيت فيرولا وبيقابلوا واحد من جيرانها اللي بيقول لهم انه شافها من يومين وكانت كويسة جدا، لكنهم لما بيفتحوا باب البيت بيلاقوها ماتت فعلا. وبتطلب كلارا انهم يسيبوها لوحدها معاها، وبتقعد كلارا تتكلم مع فيرولا وبتطمنها على وضعها هي وبلانكا وبتودعها. ولما بيرجع استبان على مزرعته بيلاقي بيدرو جمع الفلاحين من تاني وبيخطب فيهم، فبيضرب نار على بيدرو عشان يموته لكنه مش بيصيبه، وبيهرب بيدرو على حصان. واستبان بيصرخ وبيقول له انه لو شافه تاني هيقتله فورا. وبالليل بيكون ساتيني بيتمشى في مزرعة استبان، وبالصدفة بيشوف بلانكا وهي بتنط من بلكونتها وبتروح تقابل بيدرو، فبيتضايق جدا وبيروح يقول لاستبان، فبيتعصب استبان وبياخد بندقيته عشان يقتل بيدرو، بس مش بيلاقي غير بلانكا فبيضربها عشان تقول له على مكان بيدرو، بس بلانكا بترفض تقول له اي حاجه فبياخدها وبيرجعوا على البيت. واستبان بيلوم كلارا على تربيتها لبلانكا وبيقول لها انه ما كانش هيعترض على اللي حصل لو كان بيدرو من نفس مستوى بلانكا. فكلارا بتفكره ان بيدرو عمل نفس اللي هو عمله قبل كده وحب واحده مش من مستواه. فاستبان بيتعصب وبيضرب كلارا وبيندم بسرعه بعدها، لكن كلارا مش بتسامحه وبتقرر تاخد بلانكا وترجع على بيت عيلتها. واستبان بيزيد حقده على بيدرو وبيدور عليه في كل مكان عشان يقتله، لدرجه انه بيعلن عن مكافاه للي يدله على مكانه. وبيجي جارسيا ابنه وبيقول له على المكان اللي مستخبي فيه بيدرو لما بيسمع عن المكافاه. واستبان بيروح على مكان بيدرو، بس قبل ما يضربه بالنار بيدرو بيضربه وبيهرب منه، وبيرفض استبان يدي المكافاه لجارسيا لانه شايفه شخص خاين. وبعدها بيوصل خبر لاستبان ان بلانكا حامل، فاستبان بيروح لساتيني وبيعرض عليه فلوس مقابل انه يتجوز بلانكا ويعترف بطفلها على انه ابنه. وبيروح بعدها استبان على بيت كلارا وبيقابل بلانكا عشان يفرض عليها تتجوز ساتيني، وبيقول لها انه هيبقى عضو في البرلمان قريب ومش هيسمح بوجود طفل غير شرعي في عيلته. فبتفكروا بلانكا انه عنده ابن غير شرعي هو كمان، وبترفض تتجوز ساتيني، فبيكذب عليها استبان وبيقول لها انه قتل بيدرو بنفسه عشان تنساه. فبتنهار بلانكا وبتيجي كلارا وبتطلب من الخدم يطلعوا استبان وساتيني بره البيت. وبعدها كلارا بتطمن بلانكا ان بيدرو لسه عايش بس مش هتقدر تشوفه لفتره طويله لانه مضطر يستخبي. فبتفرح بلانكا وبتسالها ازاي حبت شخص زي والدها، فكلارا بتقول لها ان استبان كان شخص قوي وشجاع بس عاش حياه صعبه وكل اللي بيعمله دلوقتي غصب عنه، وعشان كده هي لسه بتحبه. وبتعدي سنين واستبان بياخد وضعه في البرلمان وبيبقى سيناتور مهم، لكنه مش بيقدر يتحمل وحدته واشتياقه لعيلته، فبيرجع لكلارا وبيطلب منها تسامحه وتسمح له يرجع يعيش معاهم في بيتها ويشوف حفيدته. وكلارا مش بتقدر تسيبه فبتاخده عشان تعرفه على حفيدته قلبة. وبيرجع استبان يعيش مع عيلته وبيحتفل بعيد ميلاد قلبة، وبيبقى استبان لسه متمسك بنفس طريقة تفكيره القديمة وبيتكلم عن المعارضة السياسية باعتبارها معادية للديمقراطية، فعلى طول بيتجادل مع بلانكا وبتضطر كلارا تفض ما بينهم. وبيزورهم جارسيا وبيفكر استبان
انه كان له عنده مكافأة زمان لسه ما خدهاش منه، وبيطلب منه فلوس عشان ينضم للكلية الحربية، فاستبان بيديله الفلوس اللي محتاجها. وبعدها بيحضر استبان نفسه للانتخابات اللي جاية، وبيكون واثق من فوز حزبه، بس الحزب المعارض ليهم واللي بيقوده بيدرو هو اللي بيكسب. فبتفرح بلانكا جدا، وبيدرو بيكلمها في التليفون، وبيرجعوا يتقابلوا لأول مرة بعد سنين. وبيرجع استبان البيت وبتقابله كلارا وبتواسيه، وبيقعدوا هما الاتنين بعدها يفتكروا ذكرياتهم ويتفرجوا على صورهم القديمة. وبتروح بلانكا عشان تعرف قلبها على بيدرو، وبيدرو بيتأثر جدا لما بيشوف بنته لأول مرة. وبلانكا بتقوم وبتسيبهم مع بعض لوحدهم، لكن الفرحة للأسف مش بتكمل، لأن كلارا بتموت بعد اليوم ده بفترة بسيطة، وبتكون قلبها هي الوحيدة اللي موجودة معاها وقت موتها. فبتطلب منها كلارا قبل ما تموت إنها تقول لاستبان إنها بتوعده إنها هتيجي وتاخده معاها، وبتطلب من قلبها ما تزعلش على موتها لأنها هتفضل تتواصل معاهم. واستبان بيزعل جدا على موت كلارا وبيعمل لها جنازة كبيرة. وفي نفس الوقت ده بيحصل انقلاب عسكري في البلد، والجيش بيسيطر على الحكم، وبيقبضوا على أي حد له علاقة بالحزب المعارض اللي نجح في الانتخابات وشكل الحكومة. وبنعرف بعدها إن الحزب المحافظ ومعاه استبان هم اللي دبروا الانقلاب ده عشان يستعيدوا الحكم في البلاد. لكن بعدها بيتفاجئ استبان بعناصر الجيش جاية تقبض على بنته بلانكا بسبب علاقتها ببيدرو، وبيحاول استبان يمنعهم لكنه مش بيقدر. وبلانكا قبل ما يتقبض عليها بتعرف استبان ان بيدرو مستخبي عندهم في البيت، وبتطلب منه يحميه لانها بتحبه زي ما كان بيحب والدتها، وبتترجاه ما يسيبش قلبه يتيمة من غير اب، وانه يستخدم نفوذه عشان يساعد بيدرو يهرب بره البلد. وبعدها الجيش بياخد بلانكا لأوضة التحقيقات، وبيبقى جارسيا هو اللي بيحقق معاها بنفسه، وبيلاقيها فرصة عشان يطلع عليها كل الحقد اللي جواه. وبيحاول استبان انه يعرف مكان بلانكا، فبيروح عشان يقابل وزير الدفاع، لكنه بيتفاجئ بضابط بيقابله بمنتهى العجرفة، وبيقول له ان الجيش قرر الغاء البرلمان وسحب كل الامتيازات من اعضاء الاحزاب، وبيطلب منه يسلمه مفاتيح عربيته، وبيعرفه ان الوزير تم عزله. فبيفهم استبان ان الجيش انقلب عليه هو كمان وعلى حزبه، وقرر الانفراد بالسلطة. وبيلجأ استبان بعدها لصديقة قديمة عندها معارف وعلاقات، وبيسألها اذا كانت تقدر تساعده في انقاذ بلانكا. وبيلجأ كمان لصديقه القديم سفير كندا عشان يساعده في تهريب بيدرو بره البلد. وبيروح استبان للمكان اللي بيدرو مستخبي فيه، وبيطلب منه يجي معاه. وبيتجه استبان بعدها للسفارة الكندية في عربية دبلوماسية تبع السفارة، وبيقابل رجال الجيش في الطريق واللي بيطلبوا منه يشوفوا هويته، فبيديها لهم. ورجال الجيش بيفتشوا العربية حتة حتة، وبيبقى باين على استبان انه متوتر جدا. وبعد ما استبان بيدخل السفارة بنكتشف انه كان مخبي بيدرو تحت الكنبة اللي كان قاعد عليها. وبيفضل استبان ياخد باله من قلبه لحد ما بتقدر صديقته انها تخرج بلانكا من السجن بعد ما بتكون اتعرضت لتعذيب رهيب على ايد جارسيا. وبترجع بلانكا لبيتها ولبنتها، وبيطمنها استبان ان بيدرو في امان ومستنيها في كندا. فبتشكره بلانكا وبتسامحه على كل حاجة عملها زمان، وبتاخده عشان يرجعوا للمزرعة من تاني. وبنرجع تاني لمشهد البداية، وبعد ما بلانكا بتوصل باباها لأوضته استبان بيموت، وبتيجي كلارا عشان تاخده معاها زي ما وعدته. وبلانكا بتقرر تنسى كل اللي حصل لها وتبدأ صفحة جديدة في حياتها مع بنتها وحبيبها بيدرو. وبكده انتهى الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام.